أيها الأخ الأعز، اختلاف الرأي لا يبرر سوء الأدب أو إطلاق التهم بلا مبرر. اسمع معي قول الحق جل في علاه: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. لا تتحدث بكل ما يدور في فكرك، فإن من شيم الكريم أنه لا ينطق بالكلمة المؤذية وهو يجد موضعا لكتمانها. واسمع معي حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. واسمع معي عندما سأل سيدي معاذ بن جبل رضي الله عنه الحبيب الأعظم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال: يا نبي الله، إنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. وما أجمل وأبدع ما قاله شيخنا ووالدنا المفدى: أي أخي، تورع قبل أن تروع، وتواضع قبل أن توضع، وانكسر قبل أن تكسر، وكن خادما للأمة ولا تكن هادما، فالقبر ينتظرك وستسأل عن ظاهرك وباطنك. فتنبه وفقك الله، وكفى بالموت واعظا.